المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء. المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. حبايب قلبي، وحشتوني كتير كتير. عاملين ايه؟ بحبكم في الله كتير، ربنا يديكم الصحة اللهم امين. وحشتوني من اخر فيديو نزلته. والله يا ربنا وحده اللي يعلم انكم بتوحشوني كتير كتير، رغم ان انتوا ما بتكتبوليش كومنتات كتيره، بس برضه بتوحشوني. اللهم صل على سيدنا محمد، ونقول اللهم اني وكلتك امري فانت خير وكيل. اللهم المستعان على كل حال. طبعا زي ما انتم شايفين كده لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. زي ما انتم شايفين كده نبدا بقى روتين قوي كده وزي ما احنا متعودين مع بعضينا، ان انا قايله لكم في فيديوهات كتير ان انا ما بحبش ابدا في عمل اي اكل ولا اي حاجه في المطبخ لما يكون مشطبه المواعين اللي عندي كلها والمطبخ نظيف جدا والبوتاجاز نظيف. طبعا انا كنت هعمل اللهم صل على سيدنا محمد محشي، فقلت ابدا بقى قبل ما ابدا اي حاجه بقى همسك المواعين اللي عندي كلها هدعكها. عارفين المواعين دي يا جماعه انا دعكتها على كم مره؟ مش هتصدقوني، على كذا مره. كل ما اجي ابدا يعني ادعك مثلا حاجه، الاقي حد ينده عليا مثلا في الدكان، حد عايز حاجه كده فكنت بقى ما كانش طبعا ولادي هنا، انتوا عارفين ان هم بيروحوا الدروس وانا اللي بصور وبعمل كل حاجه لوحدي. الحمد لله على كل حال، ربنا بس يقونا ويدينا الصحة اللهم امين. وبعزي كل اهالينا اللي توفاهم الله في المغرب وفي ليبيا وفي مصر وفي السودان وفي كل الحتت اللي ربنا يعني اللي هم كانوا في ليبيا وربنا افتكرهم. وطبعا برضو اللهم ارحم موتنا المسلمين كلهم. طبعا والله ابن خالتي برضو ربنا توفاه، ربنا يرحمه، الف رحمه تروح له. ومستنيه دعائكم ان انتوا تدعوا له وتدعوا لامواتنا كلها بالرحمه، ان ربنا يرحمهم ويغفر لهم. هو كان تعبان، ربنا يعني الحمد لله رحمه من التعب اللي هو كان فيه. وربنا بس يرزقه بدار خير من داره واهل خير من اهله، ويجعله في جنات الفردوس الاعلى اللهم امين، هو واموات المسلمين اجمعين. وربنا يرحمنا برحمته الواسعه. في الوقت ده كمان بالله عليكم بالله عليكم مستنياكم ان انتوا تدعوا له دعوه حلوه هو واموات المسلمين اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد. في الوقت ده يا جماعه النور كان قطع. بعد ما خلصت المواعين قلت ايه، انا هنزل الكوبايات اللي على الرف. اللهم صل على سيدنا محمد. هنزل الكوبايات اللي على الرف، هعمل هصيبنهم وهدعك الرف الرخام طبعا عشان فوقيه فتحة المنور. فطبعا اكيد برضو بتنزل تراب وكده. فقلت هدعكها وهنضفهم. هنزل الاول الكوبايات اللي عليه كلها وهصيبنها وهنضفها، وهدعك الرف ببريل وكده وهظبطه، وبعد كده هرص الكوبايه التاني. كان في الوقت ده قلت استغل ايه فرصه ان النور قطع. طبعا انا مش هعرف ايه هشتغل على البوتاجاز والدنيا عتمه، لان النور كان قطع وانا ما كنتش لسه ايه عملت اي حاجه، يعني كنت يا دوبك سلقت الكرنبايه بس ودعكت المواعين بس، لسه ما عملتش اي حاجه تاني. صلوا على الحبيب المصطفى واذكروا ربنا واستغفروا ربنا في الايام ده كل هديتي كل يوم كده استغفر ربنا عشان ربنا يرفع عننا البلاء والوباء اللهم امين يا رب العالمين، ويشيل الغمه والبلاء والوباء والبلاء اللي نزل علينا اللهم امين. واللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم امين يا رب العالمين. طبعا بعد ما النور كده جه قلت ايه هعمل الرز بتاع اللهم صل على سيدنا محمد بتاع المحشي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. طبعا ايه وقلت هقلبه بقى تقليبه كده، انتوا عارفين ان انا بقلبه تقليبه كده في حبه زيت وسمنه قبل ما احط له الصلصه بتاعته. كنت مسبكه بقى الصلصه، فطبعا كان التليفون فصل شحن، فعشان كده شحنته وقلت ايه لا انا كده هعطل نفسي، فهروح اللهم صل على سيدنا محمد هقلي عقبال ما التليفون ايه يشحن شويه. فزي ما انتوا شايفين والله العظيم الواحد تعب في اليوم ده في الفيديو ده على مراحل. يعني شوفوا النور كان قطع وكل شويه حد ينده عليا وتليفون فصل شحن وتليفون وقع مني، والحمد لله كسر الشرخ. الحمد لله الحمد لله. احداث كتيره يعني كانت في الفيديو ده، وكنت طبعا الحمد لله يعني يلا الحمد لله الحمد لله. اللي بتيجي في الحاجات دي الواحد ما يزعلش. الحمد لله ربنا بس يكفينا شر المستخبي ويسترها علينا كده ويكفينا شر المرض.
اللهم امين، ويكفينا شر فواجع الدنيا، اللهم امين يا رب العالمين، اللهم امين يا رب العالمين. لا حول ولا قوه الا بالله. طبعا زي ما انتم شايفين كدهتي، بعد ما قلبته تقلبتين كدهتي، خدت التسبيكه من اللي انا كنت مسبكاها وهقلبه فيها، واوطي عليه لحد ايه ما يبدا يستوي شويه صغيرين كدهتي، وهبدا بقى انزله واحط له ايه، اللهم صل على سيدنا محمد، الخضره والتوابل بتاعته، واظبط له الملح واحط له قرن شطه. طبعا مش هخليه يحرق قوي، عشان طبعا عندي طفل صغير، فما ينفعش ان انا اعمله حرق قوي عشان ايه يعرف ياكل معانا. لا حول ولا قوه الا بالله. النور قطع دلوقتي يا جماعه، والحمد لله، وانا بسجل لكم كده النور قطع. الحمد لله. الايام دي النور بيقطع كتير جدا طبعا، والله مش عارفه هيعمل كده في الشتاء ولاش، وطبعا داخل علينا الشتاء، والاولاد طبعا هيبقوا في المدارس وبيذاكروا، فربنا بقى يرحمنا برحمته. مش عارفه هما بيقطعوا كل شويه كده. والله الاجهزه، في ناس كتير بتشتكي ان الاجهزه بتاعتها كلها باظت، اجهزتها باظت. حرام والله، والله ده حرام يعني. الحمد لله، هنعمل ايه بس. آه ف يعني هما لو يقطعوا بس حتى ساعة أو ساعتين في اليوم، يعني ساعة، يعني ساعة دلوقتي مثلا وساعة العصر، هيبقى حلو شوية. مش يقطعوا ورا بعض كل شوية كده. الأجهزة اللي الناس بتجيب، مصدق تجيب الحاجة بتجيبها بالعافية. الأجهزة بتبوظ ومش عارف. يلا الحمد لله. هغسل بقى الخضرة وهظبطها كده وهبدأ ان انا ايه اخرطها على الرز، واحط له بقى التوابل. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حتى زي ما انتم شايفين، حتى لسه ما رصتش والله الكوبايات على الرخامه. سبت لما الرخامه تنشف وتتهوى شويه، قلت ايه كون الكوبايات اتصفت وهرصها. زي ما انتوا بقى كده شايفين كده الخضره، ان شاء الله هعملها خرطها. ولو انتوا بقى عايزين ان انا انوع لكم في الفيديوهات، اكتبوا لي في الكومنتات تحت. يعني اكتبوا لي مثلا اعملي لنا روتين مثلا تنظيف كده، يعني الروتينات اللي انتوا عايزينها كلها اكتبوا لي في الكومنتات تحت كده، وانا ايه، وان شاء الله ربنا يسهل الامور كده، ونبقى نعملها معاكم. كده هخرط بقى الخضره، هقصها وهجيب اللهم صل على سيدنا محمد، الملح طبعا وتوبل كده، واظبط يعني ايه الرز اللي هو الخلطه بتاعتنا. وهبدا ان انا اقطع الكرنب اللي انا كنت سلقاه، هبدا اقطعه على قد مثلا ما هحشي مثلا صباعه كده، عشان يبقى سهل عليا كده. اول ما اقعد الفلف الكرنب المحشي يعني، يبقى سهل عليا. هما كانوا ولادي نفسهم ياكلوا كرنب، بس الصراحه يعني هو كان يعني والله مش عارفه، هو كان بالنسبه لي يعني ما كانش قوي يعني. الحمد لله يعني. يمكن من الزعل على الحبايبنا اللي راحوا، الناس الكتيرة واللي حصل في المغرب وليبيا، واللي حصل في مصر مع الناس اللي في مصر. وطبعا وابن خالتي لما ربنا توفاه، يعني الزعل وكده، فتحس ان الاكل ما كانش ليه طعمه كده. يلا الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. على فكره الكرنبايه دي كانت عندي، وطبعا جت الموت يعني، فخفت لا تبوظ، قلت والله لا اعملها بالمره بدل ما تبوظ وكده. فهبدا اقصها معاكم كده واظبطها لحد ما كان برضو في الوقت ده النور قطع تاني، وانا طلعت بالتليفون في المدخل كده، في الصاله، وقعدت فتحت ايه كنت طبعا فاتحه الباب بتاع الدكان منور يعني ايه في الصاله. فعشان كده تبقى كان النور بسم الله ما شاء الله، نشوف نور ربنا. ربنا ينور لنا طريقنا كله، اللهم امين، وحياتنا اللهم امين. فقلت بقى هبدا اقعد بقى قصقصتها، وقعدت كده وقلت هظبط لها بقى قرن شطه واحد كده. هو نصه بيحرق، نصه من تحت بس اللي بيحرق، هو من فوق ما كانش بيحرق، النص اللي تحتنا ولا كان بيحرق. وطبعا لما احش منه البذره فما كانش بيحرق قوي يعني. فبدات ان انا ايه اصبع بقى ولفلف المحشي. كنت لوحدي والله، ما كانتش لسه العيال ولادي جم كانوا في الدروس، وانا كنت بحاول بقدر الامكان اخلص عشان اجهز لهم المحشي، واجهز لهم الاكل يعني، عشان يجوا يلاقوا حاجه ياكلوها. وكان عندي حتتين فراخ كده في التلاجة، فقلت النبي لا طيبهم مع المحشي. قلبتهم يعني بس والله ما صورتها الحته دي، ما جبتهاش يعني، لان التليفون وقع مني والشرخ، فما صورتهاش. كل ما احطه على الستاند يتزحلق ويقع. فرحت قلت والله مش هجيب اللقطه دي يعني، لما تيجي اخليها تظبط لي الستاند، ونحط له بلاستر ونظبطه. كنت بلف عشان اثبت التليفون على الستاند، انه كان كل شويه يتزحلق ويقع، وانا لسه مصلحاه.
كنت بلفه ببلاستر عشان يمسك التليفون. خلصت بقى تلفلفه ونميت الفرش، وقلت ايه هكنس اعزكم الله، وعشان كنت عايزه اخلص على طول على طول واحط لهم اسيب لهم يعني المحشي، عشان انا كنت عايزه امشي على الموته. فربنا يا رب يديكم الصحه، اللهم امين، طول العمر وراحه البال، اللهم امين يا رب العالمين. آه لا اله الا الله. كده قلت بقى هكنس اعزكم الله، وهبدا بقى جبت من اول من جوه من عند الدكان والمطبخ كده، هطلعه على ايه، على بره يعني. فقلت بقى هبدا كده على طول. هو البلاط نضيف، بس انا قلت والله لا امسحه بقى يعني، لو انا يعني معوقتش همسحه، لو كده هسيبه الايه تمسحه وهمشي يعني. وعلى فكره يعني تلاقي البيت ما بيطلعش تراب كتير يعني وكده الا لما يعني يكون مثلا في محشي، في حاجات زي كده، انتوا عارفين الدبكه بتاع المحشي وكده. فروحت بقى وقلبت برضو الحتتين الفراخ اللي انا قلت لكم عليهم، واللي كنت طلعتهم من الفريزر، قلت اقلبهم كده ايه واحطهم على وش المحشي، ايه ياخد سواها على وش المحشي. وكان عندي برضو ملوخيه، كنت خرطها قبلها بيوم، وقلت اعملهم طبقين ملوخيه كده، طبقين ملوخيه جنب المحشي، عشان يعني اللي حابب يعني حاجه جنبيها يعني، بدل ما يبقى المحشي لوحدي يعني وكده. حطيت لهم بقى الاكل، اللهم صل على سيدنا محمد، اللي كان المحشي خلاص استوى وطفيت عليه. قلت اعمل بقى الملوخيه عشان تبقى ايه سخنه وكده وحلوه. كان ابوهم لسه يعني كان جاي في الطريق وكده. زي ما انتم شايفين بقى المحشي وعليه الفراخ من على الوش اهوتي، وهو كده كان طاب بسم الله ما شاء الله، كان استوى وكان حلو يعني. مع ان الكرنبايه سبحان الله، الكرنبايه دي يا جماعه نسيت اقول لكم، الكرنبايه دي كانت منعكشه جوه بعضيها، كانت مكشكشه كل جوه بعضها كده، كنت بطلع الورقه بالعافيه. محمد زي ما انتم شايفين، محمد جيبوا له، الله يا ماما ريحه الملوخيه جميله، عمال يقول لكم حطوا لي بقى لايك، حطوا لايك لماما واعملوا لها اشتراك. وانا عمال اقول له يا محمد يا محمد اوعى الستاند والتليفون، يا محمد تهز التليفون. كنت خايفه لان انا كنت وقع مني كذا مره، فعشان كده عمال اقول له يا محمد اوعى يا محمد. كانت بقى هرجع بقى اقول لكم الكرنبايه كانت منعكشه كده جوه بعضيها، وداخله ببعضها كده، مش عارفه ما كان بقول لكم الكرنبايه دي ما كانتش عجبانه خالص، هو انا حتى وانا بعملها كده كانتش عجباني. بوريكم بقى الملوخيه، شوفوا الله اللهم صل على النبي، شوفوا يعني بقول لكم الملوخيه لمطه وحلوه كده. خلاص بقى خلصت الاكل. متعوده، انت عودي نفسك كده، اول ما تخلصي قبل ما تبداي اكل يكون البوتاجاز نظيف، وبعد ما تخلصي اكل تظبطي البوتاجاز عشان يفضل نضيف كده وحلو. حتى نفسي انها تتفتح على اعمال الاكل وكده، ولما يكون المطبخ نضيف تحس ان براحه نفسيه. شايفين بقى بوريكم المطبخ بعد ما خلص. وجيت بقى كان عندي صداع، انا بقول لكم الصداع مش قادره اقول لكم ليه، اسبوع الصداع ماسكني من فوق دماغي كده بعيني الشمال، الجنب الشمال. مش عارفه، الحمد لله يا رب العالمين، الحمد لله. طبعا قلت للعيال ولادي اغرفوا انتوا بقى، انا مش قادره، انا خلاص كده يعني الحمد لله يعني كده خلاص مش قادره. رحت ناديت على ساره وآية، هما اللي حطوا وغرفوا، وانا كنت قاعده بصراحه الصداع بس مش عارفه طالع من عيني خالص، ونفوخ من فوق خالص، ومخدت برشام ما كانش راضي يروح، وحطيت برضو مرهم كده ابو فاز ما كانش راضي يروح، الحمد لله يعني. والحمد لله ربنا يزيدها نعمه، اللهم امين يا رب. وتعالوا اتفضلوا معانا بالف هنا وشفاء، واشوفكم في فيديو جديد من فيديوهاتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والى اللقاء.